شبوره ورا الراجل ده وهتلاقي شركه توصلك التاكسي. يلا استنى هنا. انت مين يا ابن انت؟ مش هقول لك يا رحيم بيه. لحد دلوقتي ما قلتليش انت مين؟ عملت معايا كده ليه؟ رد الجميل واجب يا رحيم بيه. جميل؟ جميل ايه؟ انا عملت معاك جميل؟ امتى؟ انت لا يمكن هتفتكره، لكن انا بقى جميلك ده ما فارقنيش بقاله 15 سنه. اتب وطالع لي بين كتافي بعد عنك. بس انا ما اعرفكش ولا عمري شفتك قبل كده. الدنيا تلاقي. اديك شفتني يا سيدي عشان اريحك ودماغك ما توديش وتجيب. من 15 سنه كنت انت ورجالتك في مصلحه في ليبيا. واحد من رجالتك اتذبح هناك قدام عينيكوا، وكل اللي معاك قالوا لك نرجع نسيبه مرمي في الجبل، هيبقى حمل هيطلونا. انت الوحيد اللي مرضتش وشلت جتته على كتفك وراسه على كتفك ووصلت بيه لغايه هنا ودفنته وسط حضن امه وابوه. يبقى قتب ولا مش قتب؟ انت زين اخو اشرف العافيه. انا زين اخو اشرف العافيه. اظن كده بقى الجميل اترد، وعلى الاقل دلوقتي اقدر امشي رافع راسي قدام اخواتي البنات حتى. طب يلا تعالى معانا قبل ما حد يجي. لا 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 يلا ايه؟ انت وسعت منك، انت فهمتني غلط. انت كان ليك عندي جميل، والجميل انا رديتهولك، ولحد كده وستوب. وما تاخذنيش انت زي اخوك الكبير. انا اسف يعني، سكتك غير سكتي. عندك حق، بس مسير الحي كده. ده اذا فضل حي، عشان يفضل حي لا يظلم ولا يفتري ولا يقهر مهما كان عافي وقوي. دايما خلي الجملتين دول في دماغك يا رحيم بيه. لا يظلم ولا يقهر ولا يفتري. كل ما تنسى الجملتين دول افتكر اشرف. الجت على الكتف والدماغ على الكف. يلا الحق انت صاحبك ومالكش دعوه بيا. انا هعرف اسلك نفسي، بس خليك فاكر لا يظلم ولا يقهر ولا يفتري. ايه في ايه؟ مالكم ملهوفين على ايه؟ يا نهار اسود حلمي، فيك ايه يا اخويا؟ في ايه؟ كنا راكبين موتوسيكل واتقلب بينا. موتوسيكل ايه ده؟ شكلها خناقه ولا ايه؟ حلمي مفيش مالك يا كويس اخويا؟ كويس انا كويس طب كويس. تعالى بس، حاسب بقى. روحي هاتي شاش وقطن ومطهر من جوه. شاش ايه وقطن ايه؟ الجرح كبير عايز يتخيط. وربنا قلت لهم نطلع على المستشفى، هما اللي مش مقتنعين. اسمع الكلام اللي بقول لك عليه يلا. اسمع كلامي بس انت المره دي، الجرح كبير عايز دكتور. انت هتسمعي الكلام ولا اسيب البيت واغور من وشك؟ يلا. حاضر هو انا بقول حاجه غير حاضر؟ بص اصلا ما عملت حاجه، انا ماليش دعوه اصلا، والله ما عملت حاجه.
يا باشا والمصحف ما عملت حاجه. باشا كل الناس هنا بتقول انها كانت حرب. وطبعا حلمي ورحيم ما لهمش ياسر. لحد دلوقتي لا، بس شويه كده يا ريس وهنمشط المكان وهنجيبهم ان شاء الله. اشك. رحيم كان بيعمل عندك ايه في البيت؟ والله العظيم يا باشا انا ماليش دعوه بالحوار ده، كل اللي حصل ده انا ماليش دعوه بيه، ده انا شفت الموت النهارده بعينيا والله العظيم كنت هموت. بتشتغلي ايه يا بنت؟ ممثله، بشتغل ممثله. ممثله؟ هتقعد على باشا عادل يا بت؟ والله العظيم ممثله. ممثله في انهي كباريه؟ هتستعبطي يا بنت بروح امك ولا ايه؟ تعرفي رحيم منين؟ والله يا باشا ممثله، وبعدين انا ما عملتش حاجه اصلا، ده هو انا رحيم، انا مرات اخوه، والله العظيم ما عملت حاجه. خدوها على البوكس، على البوكس. بوكس ايه يا باشا؟ يلا ربي بيفتح والنبي يا باشا، والله العظيم ما عملت حاجه والله. وايه اللي جابك علينا يا خميس؟ انت متاكد مفيش حد قطرك؟ يقتل مين يا باشا؟ وهو لا مؤاخذه يعني كان بيجري قدامي زي الفرخه المذبوحه. مين ده اللي كان بيجري زي الفرخه؟ رحيم؟ انت هتحاور عليا؟ اوعى يكون حد شافك او عرف انت مين. يعني جت في عين حلمي ابن الجنيه وهو بيملص مني، بس هيروح مني فين؟ الله يخرب بيتك يا خميس، كده هيعرف ان انا ورا الحوار ده. الله يخرب بيتك يا باشا انفض ايدك من الحوار ده يا باشا، اللي بيني وبين رحيم انت مالكش فيه. انفض ايه وماليش فيه ايه؟ انت بقى عليك تلميذ. تلميذ؟ مش خميس الونش اللي اتقال له الكلام ده يا باشا. يا ابني افهم، رحيم هيعس وهيعرف ان في ما بيننا مصالح، وهيعرف ان انا ورا كل اللي حصل، مش محتاج افكاك هيقور. انت قاعد تعمل ايه؟ قوم على الطلاق، قوم ما تتصلش بيا خالص، واوعى تكلم مدام امينه، يلا اتكل على الله. تمام يا سيد بيه، ومن غير سلام. يلا غور. أنا مش مصدقة إن الموضوع ده يحصل النهاردة بالذات، ده حد قاصد يدمر حياتي واسمي. اهدي بس يا دكتورة داليا وقولي لنا ايه اللي حصل في السنتر بالظبط قبل البوليس ما يجي. مفيش، أنا جالي مكالمة من برايفت نمبر، نفس الصوت اللي كلمني قبل كده، وقال لي هربي. يا دوب قفل والبوليس دخل على طول. طيب التليفون اللي كان معاك؟ هو انت غشيم في كل حاجه حتى في الطاوله؟ تعمل ايه بقى؟ ارزاق راحت عليك العشرة يا حلو. ايه ده؟ انت بتسلمنا رحيم؟ اثبت يلا. انت عبود يالا؟ خير يا باشا، في ايه؟ كنت جايب رجالتك وقافل الحاره ليه؟ ما حصلش. هو ايه اللي ما حصلش؟ الراجل لما عرف اني خرجت من السجن جه يحييني، رقص شويه هو ورجالته، بعد كده مسكوا طريق. فتش الواد ده. تشرب ايه يا باشا؟ ولا بدوي؟ عمرك رحيم باشا. هات واحد شاي كارف ميه للباشا بسرعه. بس كده عينيا يا باشا. وشوف رجاله تشرب ايه. حاضر. اصل ما ينفعش يا باشا تيجي انت والرجاله لحد رحيم السيوفي الا لما يتعمل معاكم احلى واجب. يلا يا رجاله. نورت يا باشا. الموبايل طلع مسروق. كنت متوقع حاجة زي كده، بس على الأقل لو عرفنا مسروق منين ممكن ده يقربنا شوية. انسى معليك، عارف مسروق منين؟ من شارع ورا الاسم. صاحبه وهو بيعمل المحضر كان الموبايل في ايد داليا متفرمط ومحطوط له شريحة. ناس محترفين. دول ما بيهزروش. عموما انا اتقص على ابوها، صعب يكون هو. كمية المخدرات اللي لقوها في مكتبها بفلوس كتير قوي، وهو يعني ظروفه تحت الصفر. يبقى أكيد حد من اللي بيروح لها المكتب هو اللي زقي لها الحاجة. ودي برضه حاجة تفوتني. أنا بعت استدعي كل العاملين في مكتبها علشان يتحقق معاهم، ما عدا شخص واحد ما جاش ومش عارفين نوصل له. مين؟ ايه ده؟ انت بتعملي ايه هنا؟ حاضر جايه. انت جاي ليه؟ عاوز فلوس؟ لا،
انا جاي عشان اطمن على بنتي. بنتك؟ طمن عليها بعد ايه؟ بعد ما ضاعت؟ يا ريتك كنت انت اللي اتقبض عليك وارتحنا منك. قد كده بتكرهيني؟ ده انا جوزك وابو بنتك. طليقي لسه فاكر بنتك؟ كنت فين لما رحت اتجوزت الزباله اللي ضيعت عليها كل فلوسك؟ كنت فين وبنتك بتشتغل وتستلف عشان تكمل دراستها؟ كنت فين؟ امشي يا حامد، امشي. انا مش همشي الا لما اطمن عليها. روح لها. للاسف هي هتفضل اسمها مرتبط باسمك طول العمر. روح لها الاسم، ولا تلاقيك خايف تقرب منه. طب يا هلا، انا كنت عايز اقول لك على حاجه.